من غير دخان ومن غير زفارة، وهنعمله في البيت وفي فرن البوتاجاز وتحت الشواية. قلت لكم كل التفاصيل في الأول أهو، وهنكمل الفيديو للآخر عشان هنعمل بقى حاجة كده ولا أروع. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عندنا هنا جالنا سمك من القنال من إسماعيلية. بسم الله ما شاء الله، السمكة كده تتاكل نية غير البطارخ. بسم الله ما شاء الله تحفة، يعني حاجة كده ولا أروع. حطيت هنا في الكبة، غسلت طبعا السمك وصفيته كويس بشوية ليمون. وبعد ما تصفى حطيت بقى في الكبة هنا التوم وملح، ملح وكمون. وحطيت كمان فلفل، اللي حابب يحط فلفل حراق تمام. وقطع من الليمون، ليمونتين كده، وهبدأ ان انا اضربهم كلهم مع بعض، وشوية خل وكده يعني. وبنزل بقى بشوية مية وشوية خل واعمل الخلطة دي واركنها على جنب. طيب عندي هنا بقى ايه، ردة. الردة دي يا جماعة بتتجاب من عند العطار، بتتباع عادي جدا، وبنسيبها في التلاجة عشان ما يجرالهاش حاجة. يعني أنا طول السنة بتقعد معايا في التلاجة. هنزل بقى بالسمك كده، وهبتدي ان انا اغلفه بالردة. واول حاجة قبل ما احط السمك في الصينية لازم ارش الصينية او الصاج بتاعي بشوية ردة، لازم علشان ما يلزقش معايا. تمام. هبدأ كده ان انا اعمل واحدة واحدة، وهرصهم كده خلف خلاف بالشكل ده عشان الصينية تكفي معايا تبقى كويسة. رشة بقى كده من الزيت، لو عندك رشاش الزيت بترشي عادي. رشة كده من الزيت على الوش، وهبدأ ان انا احطه في الفرن. هفتح الشواية من غير ما افتح الفرن. تمام. الوش احمر معايا بالشكل ده، الوش اتشوى بالشكل دوت. هبدأ ان انا اقلبه بالراحة كده واحدة واحدة، ومن الجناب يعني هقلبه على الوشين. الوشين استوى الحمد لله تمام. هبدأ ان انا اجيبه على جنبه كده وعلى الجنب ده لحد ما يستوي معايا كله. تمام. هطلع بقى وهو سخن كده بالدقة الجميلة بتاعتي اللي عملناها من شوية في الكبة، وحطينا لها المية وحطينا لها الخل وحطينا لها الليمون والكمون اللي هو اساسي في الخلطة. تمام. بسم الله ما شاء الله، شايفين ولا اروع؟ طلع معايا احلى سمك مشوي في البيت ومن غير اي كركبه. طيب عندنا هنا بقى حطينا بصلتين كبار. هنعمل بقى الرز بالجمبري. مفيش جمبري عادي خالص، بنعمل رز صياديه. تمام. شوحت البصله وخليتها احمرت كده شويه، وبدات ان انا احط الجمبري بتاعي مغسول ومتصفي كويس، وهقلبه كده بالشكل دوت مع البصلة بتاعتي المتبلة. حطيت بقى ملح وكمون وبابريكا، وحطيت شوية كده من الكاري يدونا صفار كده حلو وطعم حلو للرز بتاعي. هنزل بقى شوحته كويس، وهنزل بمية مغلية بالشكل ده، وهبتدي ان انا اقلب، وهسيبها تغلي غلوة كده او غلوتين، وهنزل بالرز. يعني مش هنزل بالرز مرة واحدة عشان في هنا لقطة مش موجودة، يعني ياخد غلوة كده بحيث ان الجمبري يستوي معايا شوية، وانزل بالرز. وهبدأ ان انا اقلبه واغطيه واوطي النار عليه خالص، واسيبه بقى يستوي براحته. تمام. الرز بدأ يستوي معايا، هديله تقليبة كده عشان كله يستوي مع بعض. وطلع معايا احلى رز بالجمبري. بسم الله ما شاء الله. وعندنا السمك اهو، وشوية طحينة وشوية سلطة بالشكل ده، واحلى وجبة سمك. وبسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. شايفين؟ وحاجة معمولة في البيت. لايك وشير، وما تنسوناش من دعائكم. بحبكم في الله. السلام عليكم.